طاهر محمد طاهر يتكلم عن المنافسة مع زيزو وبن شرقي وكواليس مجموعة الأهلي النارية في مونديال الأندية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم إن سبورتس، والنهاردة هنكلمكم عن كوارث مهمة جدا من جوه معسكر الأهلي قبل بداية كأس العالم للأندية. تصريحات نارية من طاهر محمد طاهر عن زيزو بن شرقي، والمفاجأة اللي قالها عن الفارق بين كولر وريبيرو. وهنختم بجولة شاملة في المجموعات، وخاصة مجموعة الأهلي والمجموعة الرابعة اللي فيها تشيلسي وفلامينجو والترجي. استعدوا، وقبل أي حاجة صلوا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان انزل اهبد اللايك الجميل وتعال احكي لك كل التفاصيل، ويلا بينا نبدأ. طاهر محمد طاهر يفتح قلبه. طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي خرج في تصريحات مع اون تايم سبورتس وقال كلام مهم جدا، خلونا نبدأ بيه. قال: المنافسة مع زيزو تريزيجيه وبن شرقي مش بتزعجني خالص، بالعكس اللاعب وسط النجوم دي بيرفع مستوايا وبيخليني أتطور أكتر. وعن الصفقات الجديدة في الأهلي قال: بصراحة ما كنتش متوقع انضمام زيزو وإمام عاشور وبن شرقي، لكن ده عالم احتراف وكل حاجة ممكن تحصل. ومن التصريحات اللي شدت الانتباه إن طاهر شايف إن محمد بن رمضان صفقة قوية جدا، وإنه كان طلب قميصه لما لعب ضد الترجي. وعن ريبيرو المدير الفني الجديد قال إن طريقة لعبه مختلفة عن كولر، المدرسة الأسبانية بتركز أكتر على التمريرات القصيرة وتحضير اللعب، وده بيخلي اللعيبة محتاجين وقت للتجانس. الأهلي واستعدادات كأس العالم للأندية. الأهلي داخل البطولة دي بطموحات كبيرة جدا، خاصة إنها أول نسخة من مونديال الأندية بنظامه الجديد بمشاركة 32 فريق. الأهلي في مجموعة صعبة جدا، بيبدأ المشوار قدام إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو. طاهر قالها بصراحة: مواجهة ميسي طبعا ليه قيمته، لكن أول ما الصفارة تبدأ كل حاجة هتتغير، عندنا فرصة نكسب وده هيدينا دفعة كبيرة قدام بالميراس وبورتو. طاهر يرشح أفلام لزمايله. حاجة طريفة قالها طاهر لما سألوه عن أفلام لو هيهديها لزمايله. قال على إمام عاشور الإمبراطور، وأفشة الزهليم، وبن شرقي الحريف، وعن نفسه قال الجوكر، ومحمد هاني صاحب صاحبه. عندك طاهر مش بس لاعب، ده كمان عنده حس سينمائي. انزل بص على عداد اللايكات، عايزين نوصله ل 200 لايك. نظرة سريعة على المجموعة الرابعة، ودي من أقوى مجموعات البطولة، وبتضم تشيلسي الإنجليزي، راجع بقوة بعد مواسم صعبة، وضم صفقات قوية زي جورجينيو اللي رجع البرازيل، وكول بالمر اللي مكسر الدنيا. بطل دوري المؤتمر راجع للبطولات وبيحلم بالكأس العالمية. الترجي التونسي، بطل تونس وممثل العرب في المجموعة، وراجع بعد آخر مشاركة سنة 2019. حافظ على استقراره، ما عملش صفقات كتير وبيعتمد على القوام الأساسي. فلامينجو البرازيلي، فريق مرعب بيقوده فيليب لويس وبيضم لعيبة تقيلة زي بيدرو ودي أراسكايتا. سبق وواجه الأهلي وخد منه المركز الثالث في 2022، ودي مجموعة نارية وممكن تطلع منها مفاجآت كبيرة جدا. اللي جاي في كأس العالم للأندية هيكون صعب، لكن الأهلي قد التحدي مع جهاز فن جديد ونجوم كبار ودكة مليانة مواهب. الفريق يقدر يروح بعيد. قولولنا في الكومنتات، شايفين الأهلي يوصل لحد فين في البطولة؟ وإيه رأيك في كلام طاهر عن المنافسة مع زيزو بن شرقي؟ ومين تتوقعه يكون نجم الأهلي الأول في البطولة دي؟ كأس العالم للأندية، استبعاد جريليش وضم مرموش و4 صفقات جديدة في قائمة مانشستر سيتي. كشف مانشستر سيتي الإنجليزية عن قائمته لكأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديدة ريان آيت موري وريان شرقي وتيجاني ريندرز وماركوس بيتينيلي. فيما استبعد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي جاك جريليش الجناح الإنجليزي. وجاءت قائمة مانشستر سيتي المكونة من 26 لاعبا كالتالي: حراسة المرمى إيدرسون، أورتيغا مورينو، ماركوس بيتينيلي. الدفاع: روبن دياش، جون ستونز، ناثان آكي، ريان آيت نوري، جوشوا جافورديول، مانويل أكانجي، عبد القادر خوسانوف، ريكو لويس، فيكتور ريس. الوسط: تيجاني ريندرز، جيريمي دوكو، نيكو غونزاليز، رودري، إلكاي غوندوغان، برناردو سيلفا، سافينيو، ماتيوس نونيز، ريان شرقي، فيل فودن، أوسكار بوب، نيكو أوريلي. الهجوم: عمر مرموش، إيرلينغ هالاند. ويخوض مانشستر سيتي كأس العالم للأندية في المجموعة السابعة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد المغربي.
ويبدأ مانشستر سيتي مبارياته بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة العين الإماراتي يوم الاثنين 23 يونيو الساعة 4 صباحا، قبل ختام المباريات بمواجهة يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس 26 يونيو الساعة 10 مساء. ديانج بالرقم 23 وعطية الله 54. الكشف عن قائمة الأهلي بالأرقام. وشهدت قائمة الأهلي حصول أليو ديانج على الرقم 23 بدلاً من 15 رقمه السابق وقت تواجده في الأهلي، بينما حصل يحيى عطية الله على رقم 54. وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بالأرقام كالآتي: حراسة المرمى: 1 محمد الشناوي، 31 مصطفى شوبير، 37 مصطفى مخلوف، 26 محمد سيحة. الدفاع: 30 محمد هاني، 2 خالد عبد الفتاح، 3 عمر كمال، 6 ياسر إبراهيم، 15 أشرف داري، 4 أحمد رمضان، 54 يحيى عطية الله، 11 كريم الدبيس، 27 مصطفى العش. الوسط: 13 مروان عطية، 5 محمد علي بن رمضان، 8 حمدي فتحي، 23 أليو ديانج، 24 أحمد رضا، 7 محمود تريزيجيه، 14 حسين الشحات، 17 أشرف بن شرقي، 19 محمد مجدي أفشة، 22 إمام عاشور، 25 أحمد زيزو، 29 طاهر محمد، 36 أحمد كوكا. الهجوم: 9 وسام أبو علي، 10 نيتس جراديشار. ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي. ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري. منافس الأهلي حارس البرتغال وصفقة السعودية على رأس قائمة بورتو. كشف بورتو البرتغالي عن قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية، وينافس بورتو البرتغالي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه إنتر ميامي الأمريكي والأهلي وبالميراس البرازيلي. وتواجد في القائمة ديوغو كوستا حارس مرمى المنتخب البرتغالي المتوج مؤخرا ببطولة دوري الأمم الأوروبية. كما تواجد جابري فيخا صفقة بورتو الجديدة القادم من الأهلي السعودي المتوج ببطولة دوري أبطال آسيا. وكشف الأرجنتيني مارتن أنسيلمي المدير الفني لبورتو عن القائمة المكونة من 34 لاعبا، وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: ديوغو كوستا 99، كلاوديو راموس 14، دييغو فرنانديز 51، صامويل بورتوغال 94. الدفاع: أوتافيو 4، إيفان ماركانو 5، زيدو سينوسي 12، جواو ماريو 23، نوين بيريز 24، مارتن فرنانديز 52، جابرييل براس 73، فرانسيسكو مورا 74، زي بيدرو 97. الوسط: ستيفن أوستاكيو 6، فابيو فييرا 10، فاسكو سوزا 15، جابري فيغا 17، أندري فرانكو 20، ألان فاريلا 22، توماس بيريز 25، أندري أوليفيرا 68، دومينغوس أندرادي 88، جيل ماركنز 90، جواو تكسيرا 92. الهجوم: ويليام غوميز 7، سامو أوموروديون 9، بيبي 11، داني ناماسو 19، دينيس جول 27، أنجل ألاركون 47، جونغالو بورجس 70، ليوناردو فونيك 79، رودريغو مورا 86، برايان كايسيدو 87. رئيس الهلال: تعاقدنا مع المدرب الأفضل بالعالم والمزيدات الغير المنطقية حرمتنا من الصفقات. وصف فهد بن نافر رئيس نادي الهلال السعودي سيموني إنزاغي مدرب فريقه الجديد بالمدرب الأفضل في العالم. ويستعد الهلال للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال فهد بن نافر رئيس الهلال عبر قناة ناديه: حاولنا جلب إضافات ترتقي بمستوى الفريق ولم نوفق لضيق الوقت والمزايدات الغير المنطقية، ولذلك قررنا المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، وبعد ذلك سنتشاور مع الجهاز الفني حول التعاقدات. وأضاف: الخيارات خلال فترة التعاقدات الاستثنائية قليلة وليست مثل الفترة الصيفية التي تكون أوسع وتزيد فيها فرص الارتقاء بالمستوى الفني. وواصل: بدأنا العمل قبل وقت طويل استعدادا لكأس العالم، وقد تكللوا بالنجاح بالتعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاغي وجهازه الفني الأفضل في العالم. نستهدف من المدرب الإيطالي تحقيق مزيد من الألقاب وتعزيز النجاحات. الهلال كان قريبا من التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين قبل أن يغير مهاجم نابولي طلباته المادية.
كما ارتبط ثيو هرنانديز ظهير ميلان بالانتقال للهلال، لكنه فضل البقاء في أوروبا. واكتفى الهلال بضم الثنائي علي لاجامي مدافع النصر وعبد الكريم دارسي لاعب أهلي جدة. ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14. ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لو عجبتكم الحلقة، واستنونا دايما في تغطية مستمرة لأهم الأحداث الرياضية. سلام.